السلام عليكم. كده بس نتأكد الأول الصوت واضح. طيب تمام. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سيف عمرو من دي اس سي أسيوط، تيم الويب ديفلوبمنت. النهاردة إن شاء الله هتكون آخر سيشن في بارت 1، وهتكون تطبيق على كل اللي أخدناه في ال HTML وال CSS. هنحاول إن شاء الله نغطي في البروجكت ده أكبر قدر من السنتكس اللي اتشرحت قبل كده. أتمنى إن حضراتكم تكونوا استفدتوا بأكبر قدر من المعلومات اللي زمايلي شرحوها. ثانيا حابب أشكر التيم كله، خصوصا اللي ظهروا معاكم في بارت 1، وهم عبد الرحمن علاء وعبد الرحمن سمير وسهام وبشوي وأشرقت. بصراحة بذلوا مجهود رائع، وأتمنى إنهم يكونوا عند حسن ظنكم. حاجة أخيرة كمان، خليكم موجودين لحد آخر السيشن عشان في مفاجأة إن شاء الله هبلغكم بيها. ويلا بينا دلوقتي نبدأ. هوريكم الصورة الأول من البروجكت اللي هنطبقه، وبعد كده هنشرح التقسيمة بتاعت الصفحة هتبقى ماشية ازاي. وبس هنبدأ إن شاء الله نطبق على طول. دقيقة واحدة نجيب الصورة بتاعت البروجكت. أتمنى إن تكون الصورة واضحة شوية. ده بروجكت صغير إن شاء الله هنطبقه النهاردة. تقسيمة الصفحة زي ما عرفنا السيشن اللي فاتت، اللي هي من فوق هنا بتبقى الناف بار، بعدها على طول بتبقى الهيدر، بعد الهيدر على طول بتبقى سيكشن او الفيتشر ايكون على حسب تقسيمة الصفحة بتبقى ماشية ازاي، وفي اخر الصفحة بقى بتبقى موجودة الفوتر. بس هنا بقى في الناف بار ان شاء الله اللي موجود قدامنا واللي واضح، المفروض في الاول لما بنبص على الصورة بنفصص فيها ايه اللي موجود. كده بداية الناف بار، بنشوف ايه اللي موجود فيها. مثلا هنا الروك اند جاز دي بتبقى العنوان بتاع الصفحة مثلا، اسمه كده أو أي اسم، يعني أو أي اسم هيبقى موجود على حسب اللي هتشتغلوا عليه. بس وبيبقى موجود باك جراوند، يعني هو الاسم ده ممكن يبقى H4 H5، على حسب يعني. وهنا الباك جراوند اللي من ورا تبقى سواء انت بتختارها ايمج او باك جراوند كولر على حسب هتطبقها ازاي. وهنا بقى موجود برضو هنا في الغالب في الناف بار هنا بنستعمل ال UL اللي هو ال unordered list، وبنبدأ بقى نشتغل عليه. هنا بقى في الهيدر تبقى برضو هنا في اللي شايفينه قدامنا اللي هنطبقه إن شاء الله. موجود هنا باك جراوند color، بس هنا الكالر متدرج شوية، دي مش صورة، دي color هنعرف ازاي نعملها. هنا بقى التكست الكبيرة دي H1، دي بوتون عادية. بس دي التقسيمة بتاعت الهيدر، هنعرف نعملها ازاي. بعد كده السكشن اللي موجود هنا موجود، هنا H1 مثلا، وهنا دي بتبقى باراجراف، وادي بوتون وادي ايمج بس، وادي الباك جراوند من ورا كلر عادي ابيض، واخيرا الفوتر. بس هو ده كل اللي هيبقى موجود ان شاء الله وهنطبقه. بس يعني خليكم مركزين معايا ونمشي خطوة خطوة مع بعض،
واتمنى ان محدش يطبق دلوقتي معايا واحنا شغالين، احنا هنطبق ان شاء الله في الاخر خالص وفي المفاجأة اللي هبلغكم بيها بإذن الله. بس يلا بينا نبدأ. هنا زي ما احنا عارفين بنكريت الفايل، هنا بنسميه اي اسم، ومن جوه هنا بنجهز الصور بتاعتنا، بتبقى في فولدر لوحدها عشان التنظيم. بس من فوق هنا عشان نفتح البروجكت بطريقة سهلة، نفتح قصدي يعني الفي اس كود او اي اديتور هتشتغل عليه. بس انا الفي اس كود يعني الى حد ما المعظم شغال بيه وبيبقى اسهل. بس هنا من فوق بنكتب سي ام دي، اول ما يظهر الكوماند لاين بنكتب كود مسافة دوت، ندوس انتر، يفتح معانا على طول الفي اس كود. هنا بقى بنكريت فايل لل HTML، هنسميه مثلا index دوت HTML الامتداد بتاعه، عشان يقرا عشان يقرا يعني التكست اللي هنكتبه من جوه ال HTML كله. آه، البداية كده علشان نعمل الاستراكشر بتاع بتاع ال HTML، بدل ما نكتب اللي هو البراكت انجل وعلامة التعقب والدوك تايب والحاجات دي، بنكتب على طول دي او سي، بندوس انتر، نعمل كل حاجة احنا عايزين نعملها في الصفحة، بدل ما نكتب كل واحدة يعني على حسب كده بنسهل الدنيا. أي حاجة بقى بنيجي نطبقها بنطبقها جوه البادي. هنا بقى هنطبق أول حاجة الناف بار، بنكتب ناف، الاسم بيدل عليها، بنكريت بعد كده ديف. الديف ده هنديله كلاس كونتينر، وهنفهم بعد شوية ليه. وزي ما قسمنا الصفحة من شوية، آم، الناف بار هنعملها ازاي، متقسمة جواها مثلا الروك اند جاز اللي كانت دي H4، نكتبها روك اند جاز. جنبيها على طول اللي هي كانت الساين ان والساين اب، هنا بنعملها ازاي، هنعملها في اليو ال بس هنخليها جوه ديف، نكتب ديف، وهنعرف ليه برضو بعد شوية احنا بنطبق. ديف ده نديله كلاس ناف كونتنت مثلا، جوه الديف كاريت يو ال، جوه اليو ال عايزين 2 ال اي، نكتب جوه ال اي ساين ان، والال اي التانية ساين اب. كده لحد ما خلصنا الناف بار في ال HTML. عايزين بقى نظبط الشكل بتاعه والباك جراوند والكلام يبقى جنب بعض وكده، فهنا هنكريت فولدر لل CSS. جوه الفولدر ده هنعمل فايل هنسميه مثلا index.css او اي اسم ستايل شيت اي حاجة، وهنبتدي بقى نكتب جوه الاندكس ده CSS. هنعمل مثلا هنا علشان ننده على التاج، لو التاج ملهوش كلاس بننده على التاج على طول من غير اي حاجة، من غير ما نحط دوت قبلها زي الكلاس، او نحط علامة الهاش بتاعت الاي دي. هنا بننده على التاج نيم على طول. هو التاج نيم مثلا هنعمل ان الناف بار يبقى الويتس بتاعه 100%، اللي هو العرض بتاع الصفحة. أم، ايه كمان، نعمل الهايت 60 بكسل مثلا، نعمل من ورا الباك جراوند
color. هنا بقى في الصورة كانت، أو في العموم يعني الcolor هنا بنكتبه بثلاث أنواع، مثلا بنكتب اسم اللون على طول، أو بنكتبه بالكود زي اللي موجود هنا، أو بنكتبه بالRGB. هنا هنكتبه بالكود، فأنا مش حافظ الكود على طول، فهاخد الكود بتاعه عشان يبقى نفس اللون بتاع الموجود في الصورة. كده إلى حد ما خلصنا الناف بار، بس إيه، لسه فاضل كام تركة بسيطة. هنروح بس نشوف شكل الفولدر عامل إزاي. افتحه هنا على جوجل بالمنظر ده. هنا بقى ال CSS ما اتطبقش ليه؟ علشان هنا احنا لسه ما عملناش لينك ما بين بتاعت ال HTML وال CSS. بنعمل لينك ما بينهم ازاي علشان الاتنين يقروا بعض؟ بنيجي هنا فوق في الهيد تحت التايتل على طول نكتب لينك، ريليشن بيبقى ستايل شيت. هنا ال href بتاعه احنا مكريتين فولدر اسمه CSS جواه الindex.css، فاحنا هنا بنكتب CSS باك سلاش، ظهر على طول معانا الفايل ده، بندوس عليه فنرجع بقى للصفحة هنلاقيه طبق على طول. هنا بقى المفروض نعمل ايه؟ هنا في اليو ال في بوليتس هنا من على الجنب، عايزين نشيلها وعايزين نخلي الكلمتين دول جنب بعض ويبقوا موجودين في آخر، إلى حد ما في آخر الناف بار. نعمل كده ازاي؟ نرجع للكود بتاعنا. هنا الديف اللي جواه اليو ال مسميينه ناف كونتنت، بننده عليه في ال CSS بان احنا الكلاس بننده عليه دوت ناف كونتنت. احنا بقى عايزين نعدل على اليو ال اللي موجود جوه. بنعمل كده ازاي؟ نكتب يو ال كده، احنا ندهنا على الناف كونتنت وعايزين منها اليو ال. كده تمام، بنفتح البراكتس علشان نشيل البوليتس اللي موجوده من على جنب. بنكتب list style on، لا على طول لما نيجي نعمل ريفرش ان هي اختفت. طيب هنا بقى عايزين نخلي الاتنين دول جنب بعض. نعمل كده ازاي؟ نرجع للكود بتاعنا، نعمل حاجة اسمها display flex. display flex هيخلي الكلمتين جنب بعض. عايزين نبعد الكلمتين عن بعض شوية، احنا نكتب justify content. ممكن نختار مثلا space around أو space between أو space evenly. كله بيبقى يعني اختلافات بسيطة ما بينهم، بس هنا مثلا ممكن نستعمل space between. ممكن ندي color للفونت ده جراي مثلا. نرجع كده للصفحة بتاعتنا نعمل ريفرش نلاقيهم جم جنب بعض، بس ايه المسافة ما بينهم كبيرة. ممكن نقلل المسافة دي، بدل ما اخليها سبيس بتوين نخليها سبيس ايفنلي مثلا، سبيس ايفنلي. إلى حد ما كده الشكل معقول. هنا بقى عايزين نخليهم جنب بعض ونعمل التناسق بتاع الصفحة يبقى بتاع الناف بار، يعني الكلام اللي موجود جوه الناف بار أحسن. نرجع كده للسي اس اس، نختار مثلا الناف كونتنت. الناف كونتنت ممكن نديله بس ويتس 50%. ادينا له ويتس 50% ليه؟ علشان احنا الناف كله مديله ويتس 100%. هنا الناف كونتنت جزء من الناف كله، فاحنا عايزين ده ياخد 50% من الناف، والاتش 4 اللي احنا عاملينه ياخد ال 50% الباقيين.
فبنكتب السطر ده. بعد كده ممكن نعدل شوية على ال H4 بإننا نكتب nav، نختار منها ال H4، نفتح البراكتس، ممكن نخلي الكالر بتاعه وايت، الفونت سايز ممكن نكبره شوية 15 بكسل، مش هتفرق كتير بس يعني نجربها. بس كده غيرنا اللون، غيرنا الكالر بتاعها. بس هنا نرجع لل HTML. هنا الروك ال H4 والديف جواه UL وجوه ال UL LI. هنا عايزين نخلي الروك جاز تبقى جنبها الساين ان والساين اب. هنا دور الكونتينر هيشتغل. هنعمل ازاي؟ هنيجي هنا نستدعي الكونتينر دوت كونتينر، نديله display text عشان يبقوا جنب بعض. نديله width 80%، نديله margin auto. هنا هنعرف دلوقتي أول ما نوصل نرجع كده للصفحة ونعمل ريفرش، هنعرف احنا هنا في الكونتينر ليه عملنا display flex، ليه عملنا width 80%، ليه عملنا margin auto. نرجع نعمل ريفرش، شفنا هنا إلى حد ما الكلام بقى متسنتر في نص الصفحة. احنا هنا بس لسه ما عملناش justify content عشان نبعدهم عن بعض. فهنا نعرف ازاي ان هو متسنتر في الصفحة عشان كل حاجة تبقى في الصفحة في حذا بعض. بس احنا نرجع بس الأول نعمل justify content space between. نعمل ريفرش للصفحة كده، إلى حد ما شكل الناف بار بقى معقول وكويس. والويتس هنا خليناه في الكونتينر خليناه 80%. هنا 80% هياخد الديفولت بتاعه بيبدأ من هنا لحد الآخر. فاحنا لو كنا عاملين كده من غير ما نعمل مارجن اوتو، هتلاقي ان الجاز الروك جاز دي هتبقى موجودة هنا، والمثلا الساين ان والساين اب اخرهم ال 80% بتاعت الشاشة بتاعتك بتبقى موجودة كده، وهنا ال 20% دي بتبقى فاضية. فاحنا علشان نعمل مثلا ان دي تبقى 10% هنا فاضية ودي 10% هنا فاضية، فبنكتب الويدث 80% والمارجن اوتو، وهو تلقائي بيوزعهم عشان تبقى كل حاجة في الصفحة موجودة في حذا بعض. كده تمام، إلى حد ما خلصنا الناف بار. بس هنا من فوق في حاجات باينة، اللي هو مش لازقة مثلا في الصفحة كده لفوق. هنا دي علشان الديفولت بتاع البراوزر نفسه من فوق هنا بيبقى فيه مارجن وبادئ. فاحنا هنا بنعالج الحاجة دي ازاي؟ بنرجع في السي اس اس. اول حاجة اول ما تبدأ اي بروجكت اتعود ان انت في الاول هنا تعمل علامة الستار تحت براكتس، تدي مارجن 0 وبادنج 0. نرجع كده للصفحة نعمل ريفرش، هنلاقي كل حاجة بقت مظبوطة كده إلى حد ما. هنا هنعمل شوية تعديلات بسيطة. نخلي الكلام ده اللي هو الروك جاز والساين ان والساين اب ينزلوا تحت شوية، يبقوا موجودين في نص الناف بار. نعمل كده ازاي؟ نرجع لل CSS جوه اليو ال هنا مثلا، ندي مارجن، ندي مثلا 15 بكسل. نخش لل 4 برضو عايزين ننزلها لتحت شوية، نديها مارجن مثلا
15 بكسل برضو. نرجع كده للصفحة لحد ما بقيوا موجودين في النص. كده فاضل حاجة بسيطة في الناف بار. هنا في أي ناف بار بتبقى موجودة في أي صفحة. هنا لما بتيجي تقف على كلمة ساين إن أو ساين أب، هنا لما تقف عليها ممكن اللون يتغير، تبقى البوينتر بتاع الماوس نفسه بيتغير، اللي هي علامة الكليك. عايزين نعمل كده، ممكن نعملها ازاي؟ بنستخدم الهوفر. الهوفر هنا هنستخدمه ازاي هنشوف دلوقتي. بنرجع للسي اس اس. احنا عايزين نعمل الهوفر لليو ال او لل اي تحديدا، عشان لما تيجي تقف على كلمة ساين ان تلاقي لونها اتغير، مثلا بقى لونها ابيض واشارة الماوس اتغيرت. عشان لما تيجي تقف عليها هي بس لوحدها تتغير، تروح على الساين اب هي لوحدها بس تتغير. ممكن نعمل كده ازاي؟ بنعمل سيلكت للدوت ناف كونتنت، بنختار منها اليو ال، واحنا من جوه اليو ال عايزين نختار ال اي اللي هنطبق عليه الهوفر. بنعمل كده ازاي؟ ادي ال اي، بنعمل نقطتين فوق بعض، يبقى ال اي جنب النقطتين على طول، وتكتب هوفر، وبتكتب جوه الهوفر ده سي اس اس عادي. اللي انت عايز تغيره فيه بتعمله، بتعمل اي حاجه. مثلا هنا احنا عايزين نغير الكلر، نخليه وايت سموك مثلا. عايزين نغير الإشارة لما نيجي نقف عليه بالماوس كده تتغير، يبقى شكل الشكل بتاع الماوس يعني يتغير. بنكتب كيرسر بوينتر، نرجع بقى للصفحة، نعمل لها ريفرش، نقف عليها نلاقيها اتغيرت اهي. بقت اللون هنا اتغير والشكل برضو اتغير. بس احنا هنا ممكن برضو نكبر الفونت ده شوية بتاع ال H4 و... ونخليه برضو لما نيجي نقف عليه بنعمل الإشارة برضو تتغير، اللي هي الكيرسر بوينتر برضو. بس هو هنا كده كده أصلا في العموم أي صفحة هنخش عليها دي مثلا الهوم بيج، لما بتيجي تقف هنا على الروك وتدوس عليها بيعمل ريفرش للصفحة دي. ممكن نعملها بالإيه، بالتاج إيه بتاع اللينك. بس هنا إحنا مش مستعملينها، فنخش نعدل على ال H4، نعمل مثلا الكيرسر بوينتر، نكبر السايز شوية نخليه 20، نعمل ريفرش. كده الشكل بقى أحسن شوية. كده يعتبر خلصنا أول حاجة موجودة في الصفحة اللي هي الناف بار. فلو حد عنده أي أسئلة ممكن يتفضل دلوقتي في الكومنتات يقولها، وبعدين مستني الأسئلة عشان أرد عليها.
طيب في سؤال هنا بيقول على الرمز بتاع الاند، امتى اعمل كده وامتى اكتب ال AMB؟ هنا مش هتفرق في حاجة يعني، سواء استعملت كده او كده، يعني الاتنين بيأدوا نفس الغرض. كده نرجع نطبق. احنا كده خلصنا الناف بار. هي في حاجة بسيطة في الناف بار بس دي هنتكلم عنها في الآخر شوية. فهنا بقى احنا عايزين في ال HTML احنا خلصنا كده الناف، عايزين نخش بقى على على الهيدر. هنعمل ازاي الهيدر؟ نرجع للصورة الأول بتاعت الصفحة نفسها. الهيدر هنا موجود فيه H1 وبوتون، وهنا الباك جراوند. دي مش صورة، يعني هنا في تدريج في الألوان، هنا بادئ بأورنج ومكمل لحد الآخر، هنا مش عارف اللون ده اسمه ايه بس ما علينا يعني. ده تدريج الألوان، ممكن هنعمله بحاجة اسمها linear gradient، هنطبقها واحنا شغالين إن شاء الله. فهنا هنستعمل H1 وبوتون ومن ورا الباك جراوند دي. فنرجع بقى لل HTML بتاعنا، نكتب header. جوه الهيدر ده هنعمل div. div ده هنديله كلاس نسميه مثلا header content. جوه الهيدر موجود h1. ال h1 كان الكلمة اللي مكتوبة، نرجع للصورة عشان مش فاكرها. one page wonder will rock your socks off. ماشي نكتبها one page wonder will rock your. هنا هنعمل البوتون tag بوتون جواها مكتوب learn more. نرجع للصفحة بتاعتنا، نعمل ريفرش، هنلاقيها هنا ظهرت. بس احنا هنا لسه عايزين نعمل شوية تعديلات في الهيدر علشان الشكل هنا من ورا الباك جراوند يظهر، والكلام ده يبقى موجود في النص هو والبوتون، ونغير شكل البوتون. نرجع ل CSS، هنكتب، هنستدعي هيدر عشان هي تاج نيم، هنستدعي على طول من غير الدوت أو علامة الهاش. جوه الهيدر مثلا هنديله ويتس 100% عشان ياخد عرض الصفحة كله. نديله هايت مثلا 150 بكسل، يبقى كبير شوية. ده بقى علشان نعمل الباك جراوند هنا، عشان في تدريج في الألوان، دي مش صورة، فهنا ممكن نعملها ازاي بالباك جراوند مش نستعمل حاجة اسمها linear gradient. اللينير هنا بياخد 3 قيم. أول قيمة بياخد الاتجاه، تبقى مثلا من اليمين للشمال بنكتب left to left، من الشمال لليمين الديفولت بيبقى to right، وهكذا. اي اتجاه انت عايز تطبقه، وعايز تطبقه من فوق لتحت، من الشمال للجنوب، اي حاجة بتطبقها كده. دي اول قيمة بياخدها. تاني قيمة بياخد color، والقيمة التالتة بياخدها color برضو عشان يدرج في الالوان، يمزج الالوان في بعض ويبدأ يدرج فيهم. فهنا مثلا علشان عايزين نجيب الالوان دي، صعب ان انت تجيبها اللي هو ازاي. صعب انت كده بالعين تبقى حافظ، يعني هنا الالوان تخش على طول تكتب سواء الكود او سواء الار جي بي او كده. فهنا بتستعمل حاجه بسيطه اسمها الكالر بيكر، ممكن تنزله او بتفتحه من من اي متصفح اونلاين، يا اما هنا بطريقه بسيطه جدا موجوده على اي جهاز،
بتروح مثلا للصورة نفسها اللي انت عايز تطبق عليها الكلام ده، بتفتحها، تفتح الصورة دي على البينت، ومن البينت هنا بتختار في التولز علامة القطرة دي، وبتيجي مثلا هنا عايز تشوف اللون ده ايه، تدوس عليه، هتلاقي هنا حدد لك اللون. بس انت هنا لما بتيجي تستعمله هتستعمله بالار جي بي، فتدوس على اديت كلر، هتلاقي هنا موجود الريد النسبة بتاعته كذا، الجرين النسبة بتاعته كذا، والبلو النسبة بتاعته كذا. فنرجع للسي اس اس بتاعنا. بنكتب الاتجاه الأول، خليه مثلا تو رايت، نعمل فاصلة. الكلر هنا هنستعمل ار جي بي. هنا ممكن تستعمل أي حاجة، اسم الكلر على طول، تستعمل ار جي بي، تستعمل الكود، أي حاجة معاك تشتغل يعني. قوسين، نكتب أول كلر اللي هو الريد 253 فاصلة، جرين 93، البلو أعتقد 17. كده أهو ظهر اللون اللي إحنا عايزينه أول واحد. تاني واحد بقى نعمل فاصلة، نكتب ار جي بي، نفتح قوسين، نرجع هنعمل نفس الخطوات عشان نجيب اللون بيبقى عامل ازاي. نيجي لحد هنا الآخر مثلا، نفتح edit color. هنا الريد 241، والجرين 24، والبلو 103. نرجع نكتبهم 241 فاصلة 24 فاصلة أعتقد 103 بالظبط كده. كده جبنا اللونين، وهنشوف التدريج دلوقتي. هنروح على الصفحة نشوف التدريج بقى عامل ازاي باللينير. نعمل ريفرش، اشتغلت اهي. ادي اهو الى حد ما نفس الشكل، التدريج اهو من هنا لهنا اللونين. بس احنا كده نبدأ نظبط بس في ال H1 وفي البوتن. نرجع لل CSS بتاعنا. هنا في ال HTML كنا مسمينه header content، نختار منها ال H1، نشوف هنعمل فيه ايه. بنكتب dot header content brackets. هنا هنعمل select سوري لل H1 عشان هو اللي هيعمل عليه التطبيق. نكبر الفونت شوية، فونت سايز خليه مثلا 80 بكسل. نغير الكالر بتاعه نخليه وايت. عايزين نسنتر الكلام والبوتن في نص الصفحة زي ما موجود في الصورة. بنعمل ايه؟ نيجي للديف كله اللي اسمه دوت هيدر كونتنت براكتس، نعمل تكست لاين سنتر. كده هيسنتر كل حاجة في نص الصفحة. وعايزين ننزلها شوية تكون في نص الهيدر بالظبط، فممكن نستعمل بادنج مثلا 200 بكسل. نرجع نشوف الشكل هنا بقى عامل ازاي. إلى حد ما بقي في نص الصفحة، بس احنا عايزين نصغر شوية الهيدر ده، إنه نصغر الهايت بتاعه مثلا نخليه 700 بس. كده إلى حد ما بقي مظبوط وكويس في نص الصفحة، والكلام اتسنتر. هنا بقى في الصورة معمول إن أول 3 كلمات في سطر، وباقي الكلمات في سطر تاني. هنا ممكن نستعمل طريقتين، نستعمل البي ار اللي هي بتكسر السطر
نشوف بعد اول 3 سطور نكتب بي ار في ال HTML زي ما احنا. بعد اول 3 كلمات نكتب بي ار، تلقائي هنعمل الشكل ده. او ممكن نستعمل مثلا ماكس ويتس، بس الماكس ويتس مش هنستعملها دلوقتي، هنستعملها بعد شوية ان شاء الله. أم، فكده نرجع لل HTML، نستعمل البي ار هنا، نيجي بعد اول 3 كلمات عشان يبقى نفس الشكل اللي موجود في في الصورة، نكتب بي ار. كده نرجع للصفحة نعمل ريفرش، كده اتظبطت. هنا بس عايزين نبدأ نعدل شوية في البوتن، فنرجع لل HTML بتاعنا، لل CSS سوري. هنا بنختار dot header content، نختار منها البوتن اللي احنا عايزين نعدل عليه، نفتح البراكتس وجواه. احنا مثلا هنا في البوتن عايزين نوسع الكلام ده شوية ونخلي البوتن نفسه راديوس شوية، فهنا مثلا ممكن نستعمل بادنج، نديله مثلا 15 بكسل و 30 بكسل. ندي مثلا مارجن قول 10 بكسل مثلا. نرجع نشوف التعديل، إن إلى حد ما كبرت وخلاص، فاضل من على الجناب بس نعمل البوردر نغيره ونغير الباك جراوند هنا. هنا الباك جراوند بتاع البوتون نفسه هو الباك جراوند بتاع الناف بار. احنا نرجع للسي اس اس بتاعنا، نغير الباك جراوند كولر، نخليه هو بتاع الناف بار. ناخد الكود ده كوبي بيست، عشان نخلي البوتون نفسه مدور شوية بنستعمل بوردر راديوس، نديله مثلا يعني 50 بكسل ممكن. عايزين الكالر بتاع الفونت اللي موجود جوه الكلمة اللي مكتوبة اللي اسمها learn more، خلي الكالر بتاعها وايت. نرجع كده نشوف التعديل. هنا إلى حد ما وصلنا للشكل اللي احنا عايزينه، بس عايزين نبعد البوتن شوية لتحت عن الكلام. هنا ممكن نديله آم، ممكن نديله نزود المارجن شوية، خليه بدل ما هو 10 خليه 15. يعني لحد ما بعدت شوية، بدل ما نبعدها قوي كده كويسة قوي. هنا حوالين البوتن في حاجة ظاهرة كده، حاجة بارزة، ده البوردر بتاعه. احنا مش عايزين البوردر ده يبقى ظاهر، عايزينه زي في الصورة. معرفش الصورة كده هتبقى واضحة شوية ولا لأ، بس اللي هو ايه تحسها ملزوقة في الباك جراوند. نعمل حاجة زي كده ازاي؟ هنا بنخش في ال CSS في البوتون بنكتب بوردر none. نرجع للصفحة بتاعتنا ونعمل ريفرش، ده بقيت زي ما موجودة في ال تبقى موجودة زي ما موجودة في الصورة كده، بس فاضل عليها تعديل بسيط، إن إحنا مثلا لما نيجي نقف عليها إشارة البوينتر قصدي بتاع السهم ده يتغير، ولما نقف عليها بدل ما هو يبقى اللون ده اللي هو اللون الجراي ده نخليه مثلا لون اسود. بنعمل حاجة زي كده ازاي؟ زي ما عملنا فوق في الناف بار هنا، بنعملها بالهوفر. نرجع للسي اس اس نكتب دوت هيدر كونتنت، نختار من جوه الدوت هيدر كونتنت
البوتن اللي احنا عايزين نعمل عليه التعديل، نكتب نقطتين فوق بعض والهوفر. نفتح البراكتس، جواها بنكتب CSS عادي زي أي حاجة كتبناها فوق. نخلي الكرسور بوينتر، نغير الباك جراوند، بدل ما هي اللون الجراي ده أو اللون الفلاني ده مش عارف اسم اللون، نخليه مثلا بلاك. نرجع نعمل ريفرش للصفحة، أول ما نقف عليها بتتغير أهو. بس كده الهيدر خلص. فلو في أي أسئلة في النقطة دي اتفضلوا سيبوها في الكومنتات وهرد عليها.
هنا في سؤال، البادنج 15 بكسل للكونتينر كله بدل ما عملت مارجن للليست والاتش 4، هل حجم الناف بار هيزيد؟ هنا لو عملنا بادنج للكونتينر كله الحجم هيصغر، حجم كل حاجة هتصغر وهتنزل لتحت. فاحنا ممكن في آخر البروجكت إن شاء الله نجرب حاجة زي كده وأوريك إيه اللي هيحصل يعني. أتمنى بس إن الصوت واضح كده دلوقتي. حد يبلغني. هو الصوت كده واضح ولا إيه؟ ستايل اللغة لو عايزين نغيره نغير الفونت بتاع الكلام هنا، بدل ما هو الديفولت ده مش فاكر اسمه ايه، ده في الآخر خالص هوريكم ازاي بيتغير. يعني هو ده هنغيره، يعني مش هيفضل ثابت كده، هنغير شكل الفونت خالص. كده عايزين نرجع للصورة بتاعتنا. عايزين نعمل ده السكشن. احنا كده خلصنا الناف والهيدر، عايزين نعمل السكشن ده. ممكن نعمله ازاي؟ نرجع لصفحة ال HTML بتاعتنا، بعد الهيدر نكتب سيكشن. هنا جوه السيكشن موجود H1 وباراجراف وبوتن، والناحية التانية موجود image. هنا ممكن نعمل حاجة زي دي ازاي؟ نخلي ال H1 والباراجراف والبوتن ده جوه div عشان يبقى بلوك كامل نعرف نتحكم فيه، سواء لو هنحركه يمين أو شمال ننزله لتحت وكده. ونخلي الصورة في div برضو عشان يبقى بلوك كامل نعرف نتحكم فيه. نرجع كده لصفحة ال HTML بتاعتنا، نكتب div، نسميه مثلا، نديله كلاس نسميه section content. هنا علشان بس نبقى قبل ما نكمل لما تيجي تشتغل في ال HTML هنا وتدي كلاس أو ID أو كده، نكتب كلمة تكون تدل على السكشن أو تدل على محتوى الديف ده موجود فيه إيه، عشان تسهل على اللي هيجي يقرأ بعدك. بس هنا ندي كلاس section content. جواه كان موجود H1. الكلمة اللي موجودة كان اسمها let there be rock. let there be rock. جواه في باراجراف. هنا بدل ما نكتب أي كلام اللي هو بلا بلا بلا، بس في حاجة تبقى شكلها ألطف بكتير موجودة في ال VS Code، كلمة اسمها لوريم. نكتبها أول ما تظهر ندوس انتر، بيدي باراجراف كامل. هو كلام مش مفهوم بس شكله بيبقى أحسن. احنا هنا بس نكسرها شوية عشان تبقى واضحة قدامنا. كده عملنا الباراجراف. فاضل كده البوتن هنا مثلا كان في الصورة موجود learn more برضو، نكتب learn more. كده خلصنا أول div اللي موجود فيه ال H1 والباراجراف والبوتن. نعمل بعد الdiv ده div كمان نسميه image.
جوه الديف ده عايزين نحط الصورة اللي موجودة الناحية التانية. فهنا ممكن نعملها ازاي؟ بالتاج اللي اسمه image، ندوس هنا السورس ده العنوان بتاع الصورة اللي انت عايز تحطها. وغالبا احنا بنبقى مجمعين الصور في فولدر وحاطينه في نفس الفولدر اللي احنا بنشتغل فيه، علشان لما نيجي نرفع الفايل كله على هوست او على اي حاجة، على سيرفر يعني قصدي او كده، تبقى كل حاجة ظاهرة وموجودة ومتقسمة في فولدرات. السورس نفسه هنا احنا عاملينه في CSS باك سلاش سوري في ايمج باك سلاش. هنا الصورة اللي موجودة أعتقد دي. الألت هنا بنكتب اللي بيعبر عن الصورة. ليه؟ علشان مثلا لو التحميل بتاع الصفحة تقيل والصورة ما ظهرتش، تظهر الكلمة دي اللي بتعبر عن الصورة. خليها روك مثلا. هنا بقى عايزين ندي للسكشن ده ويدث وهايت وباك جراوند. فنروح للسي اس اس، نكتب سيكشن عشان ده تاج نيم، فبنعمل له سيلكت على طول من غير دوت او هاش. سيكشن ده نديله ويدث 100%. نديله هايت مثلا 500 بكسل. نديله باك جراوند كلر وايت سموك مثلا. نرجع للصفحة بتاعتنا، نعمل ريفرش، ننزل هنلاقي كل اللي احنا كتبناه اهو موجود، بس عايز شوية تنسيق. هنا ده let there be rock والباراجراف والبوتون ده موجودين في div، والصورة هنا موجودة في div كمان. عايزين نخلي الاتنين جنب بعض ونخلي الصورة دي بدل ما هي كبيرة كده نقلل الحجم بتاعها شوية، ونخليه نخلي الصورة مدورة يعني شوية. فأنا ممكن نعملها ازاي؟ نرجع هنا لل HTML. احنا أصلا في الأساس كنا عاملين div اسمه container. دخلنا هنا جوه CSS الكونتينر ده عاملين له display flex والويدث 80% والمارجن اوتو وجاستيفاي كونتنت بتوين سبيس بتوين، عشان يخلي هنا السطر ده بتاع الديسبلاي فليكس بيخلي الدفين يجوا جنب بعض. الويدث 80% والمارجن اوتو قلنا علشان نخلي الحاجات مسنطرة كله على توازي واحد، الصفحة كلها ماشية بتوازي واحد. والجاستيفاي كونتنت عشان يبعد ما بينهم، يبقى في مسافة ما بينهم هما الاتنين. فاحنا هنا في ال HTML ممكن بدل ما نعمل كل ده نسمي نعمل div جديد ونسميه باسم غير كده، ممكن نستعمل الdiv اللي فوق، خليه يحتويه كله. الdiv ده نديله class container زي اللي فوق. أول ما نرجع للصفحة ونعمل ريفرش هنلاقي كل حاجة بقيت جنب بعض. هنا هنعمل بس شوية تعديلات بسيطة على السايز بتاع الفونت ده. عايزين نغير اللون بتاع الباراجراف مثلا، ونخلي شكل البوتون ده أفضل شوية زي البوتون اللي فوق، ونقلل حجم الصورة. نرجع كل ده لل HTML نرجع لل CSS سوري. بنعمل select ل section content وعايزين منه ال H1. بنعملها ازاي؟ هنا بننده عليه section dot section content عشان الاسم ده plus، عايزين منه ال H1 وبنستعمل ال H1 كده على طول عشان ده تاج مش واخد لا كلاس ولا اي دي. هنا جوه ممكن نكبر الفونت شوية. الفونت سايز خليه مثلا 60 بكسل. لو عاوزنا نكبره بعد كده ممكن نزوده شوية.
احنا عايزين بقى نغير اللون، الكلر بتاع الباراجراف. نعمل برضو دوت سيكشن كونتنت، اختار الباراجراف. باراجراف عايزين نخلي الكلر بتاعه جراي مثلا. وهنا عايزين نخلي الكلام شكله ألطف من كده، يعني زي التكسيرة اللي عملناها من فوق، بس بدل ما نرجع نعمل البي ار في طريقة تانية اسمها ماكس ويتس، هتخليها بنفس الشكل ده. فهنا نستعمل الماكس ويتس، نديه مثلا بالبرسنت 45%. نرجع نعمل ريفرش، الشكل إلى حد ما بإيه معقول. بس هنا أول ما نظبط الصورة الشكل هيبقى أفضل بشوية. فنظبط البوتن الأول وبعد كده نرجع نظبط الصورة، نشوف هنعملها إزاي. هنا البوتن هو نفس اللي موجود هنا، فاحنا ممكن ناخد اختصارا للوقت نعملها كوبي بيست ونشرحها برضو ايه اللي موجود فيه. احنا بنختار دوت سيكشن كونتنت، نختار منه البوتن اللي احنا عايزين نعمل عليه التعديل، ونرجع للبوتن اللي فوق هنعمل له نفس الحاجات، البادنج والمارجن والباك جراوند والبوردر راديوس. الباك جراوند بتاعه هيتغير بيه، هيبقى اللون ده، والبوردر راديوس هيبقى زي الشكل اللي فوق. الكلر بتاع الفونت اللي موجود جوه اللي هو الليرن مور هيبقى وايت، والبوردر مش هيبقى موجود عشان يبقى شكله احسن، تحس ان البوتون لازقه في الباك جراوند على طول. نرجع نعمل ريفرش هنلاقيها ظهرت كده. برضو عايزين نعمل ان احنا لما نيجي نقف عليها زي كده تبقى الشكل الماوس يتغير والباك جراوند من ورا تتغير. نعمل كده ازاي؟ هي بالهوفر، بس الحاجة اللي عملناها فوق هي اللي هنعملها في نفس البوتن ده. نكتب دوت سيكشن كونتنت بوتن، نقطتين فوق بعض، هوفر، نفتح القوسين، نكتب كيرسر بوينتر، نغير الباك جراوند كلر نخليه بلاك. نرجع للصفحة نعمل ريفرش، نقف عليها ما نلاقيهاش اشتغلت. ليه؟ نرجع للسي اس اس، هنا الدوت هوفر لازم تبقى لازقة في البوتن، هنا ما تتغير، ما تبقاش في بينهم مسافة علشان الدوت هوفر تقرا الحاجة اللي قبلها. مجرد ما عملنا كده نرجع نعمل ريفرش نقف عليها اشتغلت. فلازم تاخد بالك من الحاجات دي وتبقى دقيق شوية. هنا بقى فاضل ان احنا نظبط الصورة دي شوية. نرجع للسي اس اس بتاعنا. هنا الكلاس كنا مسمينه image، هنا نكتب دوت image. عايزين نعدل على الصورة نفسها بنكتب image اسم التاج نفسه. جوه عايزين نصغر الصورة شوية، فممكن نصغرها بالويتس، خليه مثلا نقول 450 بكسل. نرجع كده للصفحة نعمل ريفرش هنلاقي الصورة صغرت. احنا مش عايزين الصورة تبقى كده، عايزين الصورة تبقى مدورة شوية إلى حد ما. فهنا نستعمل عليها البوردر راديوس عشان تبقى دايرة كاملة بنديها 50%. نرجع للصفحة نعمل ريفرش نلاقيها بالمنظر ده. ممكن لو الصورة كبيرة شوية ممكن نرجع نصغرها سنة تاني، نخليها مثلا 400 بس، لحد ما كده الشكل معقول. هنا يعتبر خلصنا خلاص السكشن ده، بس عايزين بدل ما هو لازق في الهيدر اللي فوقيه نخليه ينزل لتحت شوية. ممكن نستعملها بالبادنج توب،
نستعملها نستعملها للكونتينر كله. ممكن نرجع للكونتينر، نديله بادنج ب50 بكسل مثلا، نعمل ريفرش، نزل لتحت شوية. كده يعتبر السكشن ده خلص. فاضل آخر حاجة اللي هي الفوتر، وهنعمل بس شوية تعديلات على الفونت بتاع الصفحة، وحاجة كده في الناف بار احنا لسه ما عملناهاش. فنرجع كده مثلا للفوتر نفسه نعمله على طول، وبعد كده نشوف لو في أي أسئلة. بعد السكشن نكتب فوتر. الفوتر ده كان جواه الصورة هنا. هنا في الآخر بيبقى فيها الكوبي رايت، مثلا فيها اللينكات اللي انت تعمل عليها ريفرنس على طول، تروح عليها قصدي لصفحة تاني، مثلا صفحة الفيسبوك أو الانستجرام على حسب، يعني بتبقى الفوتر يعني بيبقى فيه حاجات كتير من تحت. بس احنا هنا ناخد شكل بسيط زي ده مثلا. اللي جواه ده مثلا نخليه H5. نكتب مثلا مكتوب كوبي رايت، أنا 2021. هنا هنعمل شوية تعديلات بس على الفوتر ده، نعمل له باك جراوند ونخلي الكلام متسنتر في النص. نروح لل CSS بتاعنا. نختار فوتر. جوه الفوتر نديله باك جراوند كلر بلاك. الفونت نفسه نديله كلر وايت سموك مثلا. عايزين نسنتره في نص الفوتر. بندي تكست align center. هنا بس علشان ما تنسوش لازم تدي ويتس 100%. تديله هايت مثلا 70 بكسل. نرجع كده للصفحة بتاعتنا، نعمل ريفرش، ننزل لتحت. ادي الكلمة موجودة في النص بس مش موجودة في نص الفوتر نفسه. فهنا ممكن نستعمل مثلا البادنج توب، نديله مثلا 20 بكسل. نرجع كده نعمل ريفرش نلاقيه بإيه إلى حد ما في النص. لا هنزود شوية، ليه مثلا 30. يعتبر في النص شوية، أو 35 يعني على حسب عادي. كده يعتبر خلصنا البروجكت، بس فاضل فيه شوية تريكات بسيطة. هنا دي نزلت لتحت شوية، ممكن نرجع للكود نفسه. هنا علشان ادينا الكونتينر بادنج توب، فالكونتينر واخد حاجتين، واخد الناف بار واخد السكشن، فاحنا نشيلها من هنا ونديها للديف نفسه اللي هو بتاع ال HTML. هنا كان اسمه السكشن كونتنت نفسه وللإيمج. احنا ممكن نعدل عليهم هما الاتنين. نرجع للكود. ممكن نديها للسكشن نفسه اللي هو بادنج. هوب، نرجع نعمل ريفرش. بس كده التعديل كل حاجة رجعت زي ما كانت اهي، وبقيت تمام.
هنا فاضل تريكات بسيطة بتتعمل يعني علشان تخلي شكل الصفحة أحسن. الفونت بتاعه بدل ما هو بيبقى بالمنظر ده، أنت تختار الفونت، الاسم، اسم الفونت نفسه يبقى شكله عامل إزاي. فهنا ممكن بدل ما نروح لكل واحدة نعمل هنا سيلكت للاتش 4 نعمله بشكل، واليو ال والحاجات اليو ال هنا نفسها نعملها بشكل، ودي نعملها بشكل برضو. انت ممكن تعمل كده يعني في كل سيكشن مثلا ممكن تخلي الفونت بتاعه مختلف، بس احنا هنا مش هنعمل كده. انت ممكن تجربها في البروجكت اللي هطلبه منك، بس هنا هنعملها فونت واحدة تتطبق على كل الكلام اللي موجود في البروجكت ده كله. احنا ممكن نعمل حاجة زي دي ازاي؟ بنروح للسي اس اس، بنختار. احنا كل حاجة هنا بنكتبها في الأول، كل حاجة بنكتبها جوه البادي. أي حاجة بتكتبها في ال HTML بتكتبها جوه البادي. فأنت علشان عايز تطبق حاجة على كل اللي موجود، فأنت بتعمل سيلكت للبادي. البادي ده تاج، فبنعمله سيلكت عادي، نكتبه بادي، نفتح براكتس، نكتب جواه CSS عادي. الفونت هنا علشان تغير شكلها، السنتكس بتاعتها اسمها فونت فاميلي. هنا بيظهر لك حاجات كتير، بيظهر لك فونتات كتير قوي. بس هنا بس علشان انا بحب الكيرسيف فاحنا نختار كيرسيف. نرجع كده للصفحة ونعمل ريفرش، شكل الفونت اتغير. انت ممكن تعمله زي ما انت عايز اهو، كل الفونت هنا اتغير، وهنا كمان، عشان احنا عاملين سيلكت للبادي. انت ممكن الحاجة دي تروح تعملها بفونت، الحاجة اللي موجودة في الهيدر ده تعمله بفونت غير، بتعمل سيلكت ليه عادي وبتكتب جواه CSS بالفونت فاميلي. هنا برضو بتعمل سيلكت للكلام ده، وبتغير الفونت بيبقى شكله عامل ازاي. وبس كده، فاضل حاجات بسيطة. هنا مثلا عايزين نعمل ان تبقى اول حرف في كل كلمة يبقى كابيتال. هنا الروك الار تبقى كابيتال، الجاز الجي هنا تبقى كابيتال، الاس كابيتال، وهكذا في كل الصفحة. فانت بدل ما كنت تروح تعمل لكل واحدة، بدل ما تروح لل CSS لل HTML، وهنا بدل الاس تروح مسحها وعامل ان هي كابيتال وتفضل تعمل كده وكده. هنا ممكن في البروجكت ده تبقى سهلة شوية، لكن في بروجكتات بتبقى واخدة سطور كبيرة قوي، فانت مش هتروح تفضل تعدل على كل واحدة. فهنا انت ممكن تعدل عليها ازاي؟ في البودي برضو عشان تعدل على كل اللي مكتوب، تكتب تكست ترانسفورم، تكست ترانسفورم، بنعملها كابيتالايز. نرجع نعمل ريفرش، نلاقي كل الحروف بقت أولها، أو كل الكلمات أولها كابيتال. الأو هنا كابيتال، الدبليو كابيتال، الآر بقت كابيتال. كده فاضل حاجة بسيطة. أنت هنا لما بتيجي تعمل سكرول في معظم البيج، بتبقى لما تيجي تعمل سكرول بتلاقي الناف بار ثبتت وبتنزل تعمل سكرول معاك. هنا دي ممكن نعملها ازاي؟ يعني حتى لو الصفحة نفسها، لو انت بتعمل سكرول والناف بار بيبقى مش فيكسد معاك، اللي هو يا دوب بتنزل كده مش ظاهرة، على الأقل هنا على الجنب بيبقى فيه بوتون بتدوس عليها وبتروح مرجعاك على أول الصفحة. دي بتتعمل بالجافا سكريبت، لسه قدام شوية تبقى في بارت 2. هنا ممكن نعمل إن احنا نخلي الناف ده واحنا بنعمل سكرول ينزل معانا، فبنروح للناف نفسه بنديله بوزيشن فيكس. احنا نرجع للسي اس اس بتاعنا، ندور على التاج اللي اسمه ناف، بنديله بوزيشن، نرجع نعمل ريفرش. اول ما نيجي نعمل سكرول هتلاقيه ثبت معاك وانت بتعمل سكرول وبتنزل عادي.
في حاجات انت ممكن تعملها. فاضل حاجة بسيطة بس كده في الآخر، أنا هوريها لكم كده إن شاء الله تكون السيشن خلصت، وأقول لكم على المفاجأة اللي هتبقى موجودة. أنت ممكن لما تيجي تعمل سكرول تلاقي إن الكلام ده طلع فوق السكرول، تلاقيه يعني أنت واقف كده تلاقي الكلام هنا موجود فوق برضو الناف بار نفسه. احنا نعملها كده أوريها لكم دقيقة. هنا دي H1 في الهيدر، نديها مثلا position relative، نرجع نعمل ريفرش. اول ما نيجي نعمل سكرول هتلاقي ان كل الكلام هنا دخل في الناف بار. هنا ممكن نصلح حاجة زي دي ازاي وانت بتشتغل، ممكن تقابلك كتير قوي عشان لما تيجي تستعمل بوزيشن والحاجات دي. لما تيجي تعمل سكرول هتلاقي كل الحاجات كده طلعت من فوق. طيب احنا ممكن نصلح الحاجة دي ازاي؟ بنروح للناف بار. او قبل ما نروح للناف بار اشرح لكم ان الصفحة نفسها بيبقى ليها مثلا ثلاث ابعاد اكس واي زد، زي الرياضة كده، ليها ثلاث ابعاد. ده الحاجات اللي طالعة فوق الناف بار ده بيبقى بعد تالت. بنعملها او بنصلحها ازاي؟ بنروح للسي اس اس، نروح للناف، بنديله حاجة اسمها زد اندكس. الزد اندكس بياخد اي رقم، المهم ان الرقم ده يكون اعلى من الرقم اللي واخده الديفولت بتاع الاتش 1. يعني سواء اي حاجة طلعت تلاقي وانت بتعمل سكرول طلعت فوق الناف، فبيبقى الزد اندكس بتاعها اكبر من الزد اندكس بتاع الناف. هنا مثلا عشان نخلي كل حاجة تتصلح ندي الزد اندكس دي اي رقم، مثلا نديله 5. نرجع نعمل ريفرش هتلاقيها اشتغلت عادي وبقت فل اهي وما فيهاش اي حاجة. وبس يعتبر كده احنا خلصنا البروجكت البسيط ده. آم، المفاجأة اللي كنت اقولها لكم اني في تاسك هتطلب منكم حاجة زي كده هتبني بيها بروجكت كامل. البروجكت ده الديدلاين بتاعه هيبقى يوم الجمعة الساعة 7. يكون البروجكت ده يعني الديدلاين بتاعه آخره اليوم الجمعة الساعة 7. التاسك دي هتنزل على الجروب الفيس، أو لا، هتنزل على جروب الفيس وجروب الواتس يعني. هيبقى نازل فيها كل الريسورسز، الحاجات اللي هتستعملها كسواء ايمج أو يعني هتستعمل الايمج. الحاجات اللي زي دي هنبقى مجمعهم لك في فولدر، وشكل البروجكت هنجيب له صورة زي كده وتطبق الحاجات اللي فيها. واحسن بروجكت هيتسلم هيبقى ليه جيفت عندنا. فان شاء الله هنزل انا هرفع الفايل ده كله اللي عملته بتاع ال HTML و CSS بالبروجكت ده، هيبقى ريفرنس ليك ان انت ترجع له في اي وقت وانت شغال. البروجكت اللي احنا هنطلبه منك كمان ساعة كده وهينزل على جروب الفيس، وهيبقى فيه فورم علشان ترفع عليها البروجكت كله. ويا ريت يعني يبقى في تنظيم كده في البروجكت نفسه. انت لما كريت الفايل تخلي السي اس اس في فايل لوحده والايمج في فايل لوحده عشان يبقى في تنظيم بس، وكل حاجة تبقى جنب بعض علشان لما تيجي ترفع الملف كله تضغطه وترفعه كله على الفورم دي اللي احنا هننزلها ان شاء الله، اللي هيبقى الديدلاين بتاعها يوم الجمعة الساعة 7. واحسن بروجكت هيبقى معمول ولم فيه معظم الحاجات اللي احنا عملناها دي اللي خدناها في طول السيشن ليه جيفت عندنا. احنا كده يعتبر خلاص خلصنا. اي حد عنده اي اسئلة ممكن يسيبها في الكومنتات وهرد عليها. وتنبيه بسيط دلوقتي، فورم الحضور هتنزل في الكومنتات.
املوا الحضور لحد ما نشوف بقى الأسئلة اللي هتبقى عايزينها، وهرد عليها إن شاء الله. معلش، في حاجة بسيطة نسيتها. آه، هنا ادينا احنا خلصنا الصفحة وعملنا كل حاجة. هنا فوق في التاب لو شايفين معايا، هنا التاب اللي من فوق بيبقى مكتوب فيها دوكيومنت، وبيبقى مكتوب وجنبها علامة الكوكب دي. احنا عايزين نغيرها مثلا زي اللي جنبها، زي ستريم يارد اللي مكتوبة دي، عايزين نكتبها مثلا هنا حاجة تدل على البروجكت اللي عاملينه اسمه روك. وهنا في ايكون، هنا مكتوب معمول بطة تقريبا ولا مش عارف ايه. هنا برضه عايزين نعمل ايكون للكلام ده. فاحنا ده ممكن نعمله ازاي؟ بنرجع للكود بتاعنا في ال HTML. هنا في تايتل دوكيومنت، انت هنا ممكن تغيرها، نخليها روك مثلا، احنا عاملين البروجكت على اساسها. نرجع للصفحة نعمل ريفرش، هنلاقيها اتغيرت، اسمها اتغير. هنا عايزين نغير الايكون، فنرجع هنا بنستعمل لينك في الريليشن. هنا بدل ما هو ستايل شيت بنخليه ايكون. في اتشرف بندور على الصورة اللي احنا عايزين نحطها. مثلا في الايمج، سوري، نفتح فولدر الايمج، هنا موجود الصورة دي. نرجع نعمل ريفرش، نلاقيها اتغيرت واتعملت زيها زي اللي جنبها كده. وبس، هو ده التعديل البسيط اللي كان موجود في البروجكت. ونشوف الأسئلة. هنا كان في سؤال بيقول ليه لازم أدي الويتس 100% للفوتر، مش هو بلوك وبياخد الويتس كامل؟ هنا ممكن طيب نجربها سوا. نيجي هنا نشيل الويتس بتاع الفوتر ونشوف هيحصل ايه. نيجي نعمل ريفرش، ما حصلش حاجة. هو الديفولت بتاعه بياخد ويتس 100%، بس انت هنا ممكن تتحكم في الويتس. ممكن تخليه مثلا، تخلي الويتس 80%، تيجي تعمل ريفرش وهياخد ال80% بتاعت الصفحة وهيسيب الباقي فاضي. بس احنا هنا بندي الويتس ندي الواتس 100% بس علشان اللي يجي يقرا بعديك يبقى فاهم ايه اللي حصل في خلى يعني ياخد الواتس 100% لو هو ما يعرفش ان هو الديفولت بتاعه 100%. بس لو في اي اسئلة تاني.
هو البلوك فعلا ما بينفعش ياخد حاجة جنبه. وهنا العرض الويدث بيبقى تلقائي 100%. والهايت بيبقى على حسب لو احنا مش مدين له هايت بيبقى على حسب المحتوى اللي موجود وبياخد الهايت اللي هو مناسب ليه كديفولت. برضو انت ما بتعرفوش غير لما بتعمل انسبكت يعني وتشوف الكلام ده. بس لكن هنا احنا العرض الويدث 100% اللي احنا بنديله هنا علشان بس اللي يجي يقرا بعدك يبقى فاهم الكلام. هنا مش ازاي لو هو ما يعرفش، يعني لو هو مش عارف ان الكلام ده ان الويدث نفسه بيبقى 100%. الهايت هنا بس عشان بنبقى الشكل بتاع الصفحة يبقى متناسق شوية وبس. هو ده كل اللي موجود. هي دي كل الحكاية. الجفت ان شاء الله هنعرض عنها على الصفحة ان شاء الله. احنا بس محدش ينسى ان بعد ساعة ان شاء الله هينزل التاسك المطلوبة واحسن تاسك هتتعمل. هيبقى يعني يرفع الفايل كله، هنراجعه احنا التيم كله. وافضل تاسك تتسلم ليه جفت هنعلن عنها ان شاء الله. فاحنا كده خلصنا. لو في اي اسئلة ممكن تتفضلوا تسألوها، لو مفيش خلاص. وبرضه موجود معاكم الجروب بتاع الواتس وجروب الفيس. بس لو في اي اسئلة ممكن تنزلها على جروب الفيس او على الجروب بتاع الواتس. كده خلصنا. ورب نكون نولنا اعجابكم، وان التيم يكون غطي لكم اكبر قدر من السنتكس اللي موجودة في ال HTML وال CSS. فلو عندك اي اسئلة ان شاء الله يبقى سيبها على الجروبين اللي احنا قلنا عليهم. ما تنسوش التاسك برضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.